بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الريش المشويه على الفحم بتتبيله سهله وسريعه، وفي دقايق هتكون خلصانه معاكم من غير مجهود ولا وقت كتير ولا توابل كتير ولا اي حاجه خالص. هنبدا نجهز الوصفه بتاعتنا. معايا الريش بتاعتي مجهزاها. اهم حاجه نتاكد ان احنا جايبينها من جزار مضمون، وقطعيه اللحمه ما تكونش كبيره، لازم تكون قطعيه اللحمه صغيره وما تكونش فيها دهون كتير قوي زي ما بنجيبها. يعني لازم تكون حمرة كده زي ما انتوا شايفينها. شايفين يا بنات اللحمة يعني طرية خالص واصلا مش مستحملة، عشان لما نيجي نحطها على النار على الفحم ونسويها ما تاخدش معانا وقت كتير. معايا هنا 3 حبات من البصل وحبتين من الطماطم بشرهم بالمبشرة، وحطيت عليهم معلقة كبيرة من الملح لحد ما نزلوا المية بتاعتهم كده زي ما انتوا شايفينه. هقلبهم بقى كده كويس جدا كده في بعض، وهنبدأ نجيب المصفى بتاعتنا نصفيهم. انا هاخد المية بس بتاعة البصل والطماطم، مش محتاجة التفل خالص. التفل طبعا بتاع البصل ما نرموهوش، يعني نقدر نستخدمه في اي وصفة تانية. ممكن نستخدمه برضك مع الفراخ المشوية مع او مع الكفتة. يعني حاولوا تستفادوا بيه، ما ترموهوش خسارة. بعد بقى هنحط كده في المصفى ونصفيه، وناخد كل الميه بتاعه البصل والطماطم. شايفين لونها حلو جدا ازاي؟ البصل مع الطماطم ادى كده اللون الوردي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ بقى احط معاهم دولت حبتين من الليمون عصرتهم، وهاخد منهم عصير الليمون كده واحطهم على تتبيله. وهحط نص معلقه كبيره من الفلفل الاسود، ومش هحط ملح تاني. انا اكتفيت بالمعلقه الملح اللي انا حطيتها على البصل والطماطم في الاول، ومش هحط خالص ملح تاني عشان الملح بيأخر السوا بتاع اللحمه. انا لما تتشوي وتخلص لو احتاجت ملح هنزود ملح. ما تحطوش ملح تاني في التتبيله. هنحط بقى كل ميه البصل والطماطم كده على الريش بتاعتنا، وهنسيبها منقوعة في التتبيلة ديت ليلة كاملة. انا حطيت عملتها تبلتها من بالليل وشويتها تاني يوم الصبح. اهم حاجة كده التتبيلة تكون مغطية الريش كده كلها. هنغطيها بقى كويس وادخلها التلاجة. وتاني يوم هنولع بقى الفحم. هوريكم دلوقتي شكلها على الفحم هتكون عاملة ازاي. بنات هقول لكم برضو معلومة، الفحم لازم تكون النار بتاعته هادية. لو الفحم النار عالية ومولعة هتخلي الريش او اللحمة بتاعتي تتحرق بسرعة وتاخد لون ومش هتكون استوت من جوه. فلازم تتأكدوا ان يعني سيبوا الفحم يولع، وبعدين سيبوه يهدى خالص، وبعدين نبدأ نحط الريش بتاعتنا كده على الشواية. يا رب يكون شكل الفحم باين في الصورة. يعني احنا سيبنا الفحم يهدى خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعدين بدأنا نحط الريش عشان نضمن انها استوت. هي ما اخدتش وقت خالص، يعني هي كانت طرية فما اخدتش وقت. لو النار عالية هتحرق معايا الريش على طول وتخليها تاخد لون وما تكونش استوت. وهتكون بقى طلعت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وجربوها وقولي رأيكم فيها، وان شاء الله تعجبكم. واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله.